مين فينا ما بيحبش القطايف، ويا سلام بقى لو كانت بالجبنة وحشوتها بتمط كده وسايحة، أنا عن نفسي بعشقها. يا خرابي على حلاوتها وعلى مطتها، شوفوا الجمال كده والطعام. تعالوا شوفوا الطريقة دي للقطايف، اتطلبت مني من كذا حد، فتعالوا جربوا الطريقة دي وهتعشقوا القطايف من حلاوتها. كلنا بنحبها، بس في ناس مش بتحب الحاجات المسكرة، أو ممكن تاكل حاجة واحدة أو اتنين بالكتير. الطريقة دي هتخليكي تاكلي 2 كيلو بس حسب الدايت. عندنا بقى قطايف وميكس جبن كده اللي تحبوه. أنا استخدمت جبنة تركي مبشورة وكمان جبنة مثلثات، ولو حابة ممكن تزودي شيدر مبشورة أو موتزاريلا برضو مش هتقول لأ. بس المطة اللي شفتوها دي من الجبنة التركي اللي أنا حطاها، وطبعا بتدي طعم تحفة. قطايفنا النهاردة غير زي قطايف أستاذ سامح حسين كده. بمناسبة القطايف، سامح حسين وبرنامج قطايف عمل فعلا يستحق المتابعة. برنامج يخطف العين والقلب، يخطفك يخليك تفكر وتدور جوا نفسك. كلماته معبرة وطريقته هادية ومريحة للنفس، مليان قيم إنسانية بقالنا كتير مفتقدينها. ويا ريت قنوات التلفزيون تتبنى البرنامج ده ونشوفه قريبا على شاشات إن شاء الله. برنامج تتفرج عليه مع أولادنا ونستفاد من الرسايل القيمة اللي بيقدمها. بجد شكرا سامح حسين، بجد شكرا على البرنامج العظمة ده، وإنك فكرت وقررت تعمل برنامج هادف وسط كل اللي بيحصل حوالينا. نرجع بقى لقطايفنا، بعد ما خلصنا الكمية كلها وحشيناها نقليها بقى في زيت نضيف لحد لما تاخد لون ذهبي من الجنبين، ونطلعها على مناديل مطبخ. وبعد كده ألف هنا وشفا. وادعولي يا حبايب قلبي دعوة حلوة من القلب. عايزة أقولك قدميها في العزومات، هتبهر ضيوفك وهيحبوها، وأولادك كمان هيحبوها قوي. بجد جامدة جمودة، وكمان تغيير عن المعتاد، وطالعة معايا ما شاء الله مقرمشة والحشوة بتمط وطعمة طعامة مش عايزة أقولكوا. نفسي أقولكوا تعالوا دوق، بس هتبقى عزومة مراكبية. جربوها ولو عجبتكوا اكتبولي في الكومنتات، هستنى متابعتكم وكومنتاتكم الحلوة، واعملولي لايك وشير واتمنولي من قلبكوا الخير، وبحبكوا وباي.